لو عالم كارز كله عربيات بس، فيا ترى بقى مين اللي بنى العالم ده اساسا؟ ومن هنا بتبدأ النظرية المرعبة بتاعتنا. في عالم كارز فيه مدن كاملة وبيوت وفنادق ومطاعم ومطارات وإشارات مرور، لكن الغريب إن كل حاجة مصممة على مقاسات بشرية، شبابيك وأبواب وسلالم وكاونترات، حتى المطار فيه بوابات تفتيش وأماكن للشنط. والعربيات اللي بتتكلم في الفيلم طبعا مش محتاجة ده كله. فليه العالم ده مبني كأنه جاهز للبشر لكن مفيش ولا إنسان واحد فيه؟ ففي احتمالية بتقول إن البشر كانوا فعلا موجودين لكنهم اختفوا، ومش إن العربيات اتخلقت لوحدها، بل إن هو ده العالم اللي اتساب بعد ما البشرية اتدمرت بسبب كارثة كبيرة أو حرب أو وباء. وبعدها العربيات الذكية اللي كانت مرتبطة بالبشر بدأت تعيش مكانهم وبقت تقلد كل حاجة الإنسان كان بيعملها. وفي تفسير أعمق بكتير بيقول إن كان في روح سواق تاني كانت موجودة في كل عربية منهم، واتثبتت جواها بعد موت البشر، وعلشان كده كان كل عربية عندها شخصية وطريقة كلام وخوف وأحلام كأنها إنسان بالظبط عايش جوا جسم ماكينة. وكمان لاحظوا حاجة مهمة، ولا عربية في الفيلم سألت احنا جايين منين، ولا حتى سيارة حاولت تفهم مين اللي صمم العالم ده، وكأن الماضي ده شيء محظور أو ممنوع إن حد يفتحه. وبالتالي العالم ده مش مجرد عالم لطيف من غير ناس، ده ببساطة عالم بعد اختفاء الناس، والعربيات دي كلها مجرد بقايا صدى حياتهم.